السلام عليكم. عملنا النهارده فيش الافران. طريقته سهله جدا وما خدش معايا وقت. الكميه اللي انتوا شايفينها دي عملناها من 2 كيلو دقيق. كميه حلوه جدا. شوفي الكيلو بره بيتباع بكام. انت هتعملي الحاجه دي في بيتك وبطريقه مضمونه وحلوه ونظيفه، حاجه كويسه ومضمونه ونظيفه. يعني خلينا متفقين على الكلام ده. انا اول حاجه عندي 2 كيلو دقيق، حطيت لهم معلقتين سمسم كبار، حطيت لهم 6 معالق سكر، لكل كيلو 3 معالق سكر، كيسين خميره، حطيت كوبايه سمنه. انا عامله خليط هنا بين الزيت والسمنه، انت ممكن تعمليه بزيت بس عادي، بس انا حبيت احط عليه سمنه يعني. وطبعا في الفرن برضو ما بيحطوش سمسم. نص معلقه ملح ومعلقه كركم، وهحط معلقه تاني في الاخر لان لقيتها مش عاطيه اللون اللي انا عايزاه يعني في العجينه. هنقلب الاول المكونات دي مع بعض، وبعد كده انا مجهزه معايا كوبايتين لبن على كوبايتين ميه، دي معلقه خل، هنزل بيهم بالتدريج كده واحده واحده. هنا كوبايتين اهو. هقلب بس الخليط بتاعي واتاكد ان مفيش حاجه لازقه في الجوانب عشان يتعجن معايا كويس. هنحط كوبايه لبن تاني، دي التالتة، دي الرابعه، رابع كوبايه. طبعا في الفرن برضو ما بيعجنوش بلبن ولا حاجه، بيعجنوا بميه بس انتي حاجه عاملاها في بيتك يعني خليها ليها قيمه غذائيه كويسه عشان خاطر ولادنا يعني. برضو هنزل الجوانب كويس اوي واتاكد ان مفيش اي حاجه عشان العجين بتاعي يتعجن كويس. دي نص كوبايه لبن. الكميه بتاعتي هنا الاتنين كيلو دقيق، انا اقصد معلش انا اسفه، خدت معايا 5 كوبايات لبن على ميه. في نص كوبايه لبن هنحطها في الاخر. احنا كده حوالي 4 كوبايات ونص، والنص كوبايه اللي حطيت فيها معلقه الكركم وعجنتها تاني في الاخر كده عشان تبقى لونها اصفر. طبعا هي كان لونها اصفر عن كده بس الكاميرا هي اللي ظلماها يعني. هنغطي العجين بتاعنا وهنسيبه يخمر براحته. هيقعد حوالي نص ساعه لان احنا الجو حر. هنا بعد ما العجين بتاعنا خمر كويس قوي، العجينه كانت زي الملبن، كانت جميله جدا، طريه قوي، وكانت تشكيلها سهل جدا. هقسم العجينه بتاعتي على نصين، وبعد كده كل نص هقسمه على 4 اجزاء زي ما انتوا شايفين كده. هقسم كل جزء على 4 اجزاء. هعملها بقى كور كده وهركنها على جنب. والنص التاني نفس الطريقة برضو هعمله على 4 اجزاء. يا ريت لايك كده حلو منك ومتابعة كده للصفحة لو مش متابعاني، وكومنت جميل كده، بفرح قوي لما بشوف الكومنتات بتاعتكم. هركن العجين بتاعي على جنب وهغطيه دلوقتي عشان ما ينشفش طبعا معايا. وهبتدي افرد اول قرصة معايا، هفردها على شكل مربع او مستطيل، ما تفرديهاش على شكل دايرة علشان لما تيجي تعمليها رول ما يبقاش على الجناب رفيعة وفي النص تبقى تخينة، تبقى سميكة يعني. لما تفرديها على شكل مستطيل كده لما تيجي تلفيها يبقى كلها سوا بعض بالشكل ده كده. هقفل الجوانب اللي في الاخر كده، الجنب اللي في الاخر هقفله، وبعد كده هقفل الجوانب كويس او ادخلها لجوه كده واقفلها كويس، واديها بس لفه بسيطه كده عشان اتاكد انها اتقفلت معايا، واحطها في الصاج على طول. هاخد واحده تاني نفس الكلام برضو تتفرد بكل سهوله. العجينه كانت ناعمه جدا. برضو على شكل كده مستطيل او مربع، وتبدأي بقى تعمليها ايه رول، تلفيها على طول. تاخدي بس اول حرف كده وبعد كده بتتلف معاكي على طول بكل سهولة. نقفل دي كويس جدا لان لما بيجي يخمر العجين لو مش انتي مش مقفلاها كويس هتفك منك وهتبقى طالعة كده بجنب كده معاكي. فتأكدي انك انتي قافلاها كويس قوي عشان لما تيجي تقطعيها ما تبقاش هتتفروت منك، مش هتعرفي تظبطيها ابدا. نفس الكلام برضو، طريقتها سهلة والفكرة سهلة جدا وما اخدش معايا وقت، يعني في ساعة زمن انا كنت مخلصة كل حاجة. وفي السوا ما بياخدش غير 10 دقايق بس في الفرن، ما بياخدش كتير يعني، ما تغفليش عليه. 10 دقايق بتلاقيه على طول خد معاكي لون واستوى بقى زي الفل.
تقفلي كويس جدا، تتاكدي ان اتقفلت معاكي كويس قوي، وتقفلي من الجناب كويس وترصي في الصاج. هنا كنا خلصنا خلاص الكميه بتاعتنا. في كل صاج حطيت 4 فطاير زي ما احنا شفنا كده. هسيبهم بقى اغطيهم واسيبهم يخمروا، يعني سبتهم حوالي نص ساعة كده، او هي نص ساعة. كان خمر معايا حلو جدا بقى بالشكل ده. كنت شغلت الفرن طبعا، وبعد كده حطيته في الفرن. ما اخدش 10 دقايق وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتسيبيه يبرد خالص، يعني يبرد تماما، وبعد كده تبدأي تقطعي فيه. ما ينفعش تقطعيه وهو سخن عشان مش هتعرفي تتملكيه وهيتفروت منك. طبعا انا بحب اقطع الفايش بالكتر، بس الكتر ده كان السلاح بتاعه كان قصير شويه فغلبني شويه وانا بقطعه. بس حتى وانا عشان اجيبه اقطعه يعني لازم اجيبه كده بزاويه عشان اعرف اقطعه. فركنته على جنب، وجبت بقى البلانشه بتاعتي والسكينه كده وقعدت اقطع بقى. سكينه مشرشره كده حلوه، وقعدت اقطع بيها اهي. بصي قطعت معايا بسهوله على طول بقى. هنرص في الصاج ونشغل الفرن. لو عندك مروحة شغليها، ما عندكيش شغلي الفرن وشغلي الشوايه بقى شويه كده ياخد لون. هتلاقيه اتحمر معاكي على طول برضو، ما بيغيبش. ما تسيبهوش يعني، تبقي واقفه كده ما تسيبهوش، تنتبهي له على طول، لانه هو بيتحمر على طول بسهوله يعني ما بيغيبش. ده كنت حاطاه من تحت، ما كنتش لسه شغلت الشوايه، فكان اتحمر فقلبته. نزلته من تحت وحطيت الصاجين مع بعض في نفس الوقت في الفرن. شغلت الشوايه وطلع معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا متحمر من فوق ومن تحت وشكله كان يجنن. الكميه دي كميه ال2 كيلو دقيق، غير اللي عيالي كلوه. يعني غير اللي عيالي كلوه هو لسه طري، بيحبوه جدا وهو طري، بيبقى شبه الكيكه بالظبط. اعمليه في بيتك ووفري، مش هتندمي.